عسلامة الناس الكل، شحوالكم ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم الروسيت نتاع الفريكاسي، وجبت لكم زاده معاها الاسرار الكل اللي تخلي الفريكاسي يجيكم الداخل فارغ ما يجيكمش ملبد. دونك تبعوا الروسيت للاخر واسمعوا النصايح الكل باش تجيكم كعبة الفريكاسي كيما متاع الشارع. ولهنا بالنسبة للمكونات عندي كيلو فرينة، عندي 4 مغارف زيت زيتونة، تنجموا تاخذوا زيت نباتي. عندي لهنا الماء دافي، لهنا الماء حطيت تحطوا 600 مليلتر، اما بعد هكا نتوما حسب الفرينة تنجموا تزيدوا تنجموا تنقصوا. دونك لهنا خديت 2 مغارف نتاع قهوة ملح، وخديت 2 ساشيات خميرة خميرة خبز. الباكو فيه 10 غرام، معناها 20 غرام. دوك لهنا حطيت الخميرة. لهنا الخميرة مانيش باش نحطها تتفاعل وحدها، باش نحطها مع الفرينة. معناها تنجموا تحطوها بالطبيعة تتفاعل وحدها مع مغرفة سكر، وبعد تحطوها فوق الفرينة. انا حطيت هنا كل شيء مع بعضه. دونك حطيت الفرينة وحطيت الزيت، هكا نحط نبسسهم شوية مع بعضهم كيما تشوفوا. وبعد كده نزيد الملح ونزيد الماء، نقعد نزيد فيه بشوية بشوية كما قلت لكم. الماء نتوما حسب الفرينة متاعكم. ولهنا هذه العجينه اللي تحصلت عليها كما تشوفوا فيها طريه، ما معناها ما تخليوش طريه برشا ومش يابسه برشا، هاكا بين البنين، خاطر كي تخليو العجينه يابسه بعد تجيكم كعبه الفريكاسي يابسه. لهنا لفيتها في الماء غابل وغطيتها وخليتها لين تخمر على روحها في عقالها لين ضعف كما تشوفوا لهنا الحجم نتاعها. ارتاحت بالكدا. تو نحي وكا الهواء ذاك اللي في وسط العجينه نهبطوه كيما هكا، ونقسم العجينه لهنا باش قسمتها معنا على 2، وبعد نقعد نشكل كعبات الفريكاسي. دونك لهنا تنجموا تشكلوا كعبات الفريكاسي اما بيديكم، معناها تقصوا هكا بشويه وتبداو تعملوا شكل الفريكاسي، اما تحلوها الكل كيما انا تو باش نعمل. وبعد تاخذوا سحفه والا لومبورت بيس هذاك اللي ينقصوا بيه، ولا كيما تحبوا نتوما. لهنا بالنسبة للنصيحة الأولى، يلزمكم كي تحلوا العجينة ما تجودوهاش برشا، خاطر كان تجودوها تجيكم بعد كعبة الفريكاسي معناها تجيكم تتقرمش، ما تجيكمش هكا طرية. دونك لهنا نخليوها خشينة، معناها حكاية نصف سنتي كيكا، ونقصوها كيما قلت لكم هكا بالبورتا بيس. اللي ما عندوش بورتا بيس بالطبيعه يقص بصحفه ولا باي حاجه يحب عليها. دونك لهنا ناخذ الكعبه نزيد نحلها هكا في شكل اوفال كيما شكل كعبه الفريكاسي. ولهنا حطيتهم لهنا في طبق الفور، خاطر باش نعاود نخليهم يخمروا للمره الثانيه. هذه لاستيوس الثانيه، السر الثاني اللي هو تخليهم يخمروا مره اخرى، معناها تشكلوهم وتغطيوهم وتعاودوا تخليهم لين يعاودوا معناها يتنفخوا مره اخرى. ونكمل بقيه العجينه متاعي الكل بنفس الطريقه. لهنا كيما تشوفوا خليتهم لين تضاعف الحجم متاعهم هكا كيما تشوفوهم تنفخوا. لهنا قد ما يخليوهم يرتاحوا ويتنفخوا قد ما يجيوكم خير مفشفشين معناها بعد. ولهنا باش نقلي الفريكاسي كيما تشوفوا حطيت كميه باهيه متاع زيت في المقله. والذي السر الثالث اللي باش نقول لكم عليه هو كي تحطوا كعبه الفريكاسي ديريكت بالمغرفه تبداو ترجعوا عليها في الزيت لين تتنفخ. هذاك السر اللي خليها بعد تجي فارغه. دونك كيما تشوفوا الكعبه اللي نحطها نبدا فيسع 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 هكا، نبدا نرجع عليها في الزيت باش تتنفخ. كي تتنفخ نقلبها وما تحطيش وتسيبها في الزيت، هذيك يخليها بعد تجي ملبده، وهذا السر الثالث واهم سر. كيما تشوفوا هذوما كعبات الفريكاسي طابوا تو باش نخرجهم. كيما تشوفوهم مازالوا في المقله، معناها مازالوا في الزيت ومنفوخين هاكا، معناها ماهمش هكا ملبدين. ولهنا هذوما الكعبات نتاعي، هذاك الكيلو معناها طيح لي ما شاء الله. عملتهم صغيرين إن مش كبار الكعبات، بطبيعة الحجم نتوما تتحكموا فيه كيما تحبوا. وكيما تشوفوا لهنا الكعبة فارغة من الداخل هاكا كيما تشوفوا فيها في الفيديو، فارغة ما شاء الله، جات طيارة على الآخر. لهنا بالنسبة للحشوة كيما تعرفوا الفريكاسي عنا بطاطا مسموطة سمطناها في الماء والملح، عظم مسموط مقصوص، عنا هريسة حليتها هكا في الماء، عنا تن وشوية معدنوس وشوية زيتون، وهذيك الحشوة متاع الفريكاسي متاعنا. وهذوما الكعبات نتاعي اللي حضرتهم كما تشوفوا فيهم ما شاء الله جاو ابن وخير بالطبيعه متاع الشارع. ما يعجبونيش انا بصراحه الفريكاسي نتاع الشارع، يبداو هكا ملبدين برشا وكلهم زيت.
الحاصل لهنا الكعبات اللي بقاو ما قديتهمش خليتهم معناها بلاش حشوة، وهاكا من غدوة نعاود نعمل لهم كعبات اخرين. نلفهم بالكدا في ساشي ونحطهم في بواطة ونخليهم على شيرة باش يقعدوا معناها طريين ما يباسوليش، معناها من غدا يقعدوا في قوش عليه بزلت ونقاديتهم. وهذه كانت روسيت نتاعي اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تطبقوها بالاسرار نتاعها اللي عطيتها لكم، وان شاء الله ترجعوا لي في لي كومونتير وتقولوا لي كيفاش جاتكم، خاطر نفرح برشا كيف تقولوا لي عملنا الروسيت ونجحت لنا. وما تنسونيش في الجيم بالطبيعه والبارتاج باش تشجعوني، وملتقانا في فيديو جديد ان شاء الله، وبسلامه.